وبس. العلاقات المشوهة سبب رئيسي لإدمان الإباحة، وبتبدأ في الطفولة من بيوت مليانة مشاكل زوجية وخلافات مستمرة، بيوت ما فيهاش حب وتفاهم بين الأب والأم، بيوت ما فيهاش نموذج صحي للعلاقات الطبيعية. طب والمشكلة هنا إيه؟ المشكلة إن الطفل بيكبر في بيئة زي دي، مش بيتعلم يعني إيه علاقات صحية، بيكبر عنده خوف من أي علاقات، مش فاهم إزاي يتعامل مع الجنس الآخر، يلاقي نفسه في عزلة، والعزلة بتدفعه للإباحية، لأن الإباحية ما فيهاش أي علاقات طبيعية، دي حاجة وهمية مش بتعلمه أي حب ولا بتعلمه يعني إيه التزام. في الإباحية الجنس بيكون أهم من الحب، أصل في فرق كبير بين العلاقة الطبيعية اللي فيها حب والتزام ومشاعر وتواصل، والعلاقة اللي هدفها الوحيد هو الجنس، وده للأسف اللي الإباحية بتصدره على إنه حاجة طبيعية. مشكلة مدمن الإباحية، المدمن اللي اتعود على الإباحية هيبقى شايف الجنس هو الحاجة الوحيدة اللي تهمه في أي علاقة. في البداية العلاقة ممكن بتبقى مثيرة، بس مع الوقت بتنهار لأنها مبنية على أساس ضعيف. أصل الحميمية في الجواز مش مجرد جنس، ده جزء من علاقة متكاملة، ولو ده مش واضح المشكلة هتيجي بدون شك. في الختام عايز أهدي الحلقة إلى روح الدكتورة شيري فؤاد، كلمتين وبس، إعداد وتقديم صموئيل القمص، ماجستير مشهورة من جامعة هولي صوفيا.